عمركم شفتوا كبسة مفلفلة بهاي الطريقة؟ بوعدكم بعد هاي الوصفة الرز يعجن معاكم أو حتى يخبص. رح نعملها اليوم بطريقة كتير سهلة وبسيطة، ورح أقولكم عن أهم سرين ليطلع معاكم الرز نثري وكل حبة بحبتها. وكمان رح أقولكم عن السر الصغير يلي بضيفه على الكبسة يلي عن جد بخلي طعمتها مميزة بطريقة ما حدا بتوقعها. شوفوا ما شاء الله الرز ما أحلى شكله، والدجاج كمان تتبيلته كتير طيبة. ما بدي أطول عليكم أكتر، بس صدقا هالأكلة بتستحق كل كلمة مدح حكيتها. قبل ما نبلش بوصفتنا الرهيبة لليوم، لطفا لا تنسوني من دعمكم باللايك للفيديو. اللايك كتير مهم، وكتير بحب أشوف تعليقاتكم الحلوة اللي دائما بترفع من معنوياتي. بطنجرة على النار ضفت معلقتين كبار ومليانين من الزيت النباتي مع معلقة كبيرة من السمنة. بس يحمى الزيت عندي شوي، رح أضيف بصلة حجمها وسط مفرومة فرمة ناعمة، ورح أقلب البصلة لحتى تدبل عندي. وهلأ رح أضيف عليها معلقة كبيرة من معجون الزنجبيل. رح أحتاج كمان لسنين كبار من التومة. أنا هون التومة كمان برشتهم، رح أضيفهم هلأ على الزنجبيل والبصل، بقلبهم شوي لتطلع عندي ريحتهم. وهلأ رح أضيف نص حبة من الفلفل الخضراء مفرومة ناعم. رح أحرك المكونات مع بعض، ورح أتركهم شي دقيقتين على نار متوسطة. وهلأ رح أضيف البهارات الحب. رح أحتاج لمعلقة كبيرة مليانة من بهارات الكبسة الحب، مع حبتين من اللومي، عود من القرفة، ورقتين غار، معلقة صغيرة من الهيل، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وخمس أو 6 حبات من القرنفل. أهم شي جيبوا نوعية بهارات كبسة تكون معاكم كتير طيبة. أنا بصراحة البهارات بجيبهم من السعودية. رح أحمص هلأ البهارات مع الخضروات، ورح أقلبهم لتطلع ريحتهم الحلوة. ونفس بهارات الكبسة الحب رح أطحن منهم، ورح أضيف معلقة كبيرة ومليانة. رح أضيفهم، وهلأ رح أضيف معلقة كبيرة من الملح مع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود ومغلف من بودرة مرق الدجاج. وهيك بنكون ضفنا كل البهارات. وللتأكيد أنا هون ضفت معلقة كبيرة من بهارات الكبسة الخشنة ومعلقة كبيرة من بهارات الكبسة المطحونة، وبفضل تطحنوها بالبيت، بتطلع معاكم طعمتها أقوى وفريش أكتر. وهلأ متابعيني الحلوين، أكيد عرفتوا سؤالي المعتاد، خبروني من أي بلد بتتابعوني. كتير بحب أتعرف عليكم وأكون على تواصل دائم معاكم. واكتبوا لي بالتعليقات قد ايه بتعطوا هالوصفة من 10. وأنا عندي الدجاجة بعد ما نظفتها وقطعتها، رح أضيفها على البصل والبهارات. بعد ما تتشوح عندي الدجاج كتير منيح، رح أضيف هلأ البندورة. تعرفوا إنه البندورة هي يلي بتخلي الكبسة تعجن معاكم، عشان هيك كتير مهم وضروري نضيف حبة بندورة واحدة حجمها وسط أو صغير. أبدا ما تزيدوا الكمية وافرموها فرمة ناعمة. وهذا أول سر لرز الكبسة المفلفل والنثري. بعد ما ضفت البندورة، رح أضيف معلقتين كبار ومليانين من معجون البندورة، ورح أقلبهم مع الدجاج. وهلأ بغمرهم بالمية السخنة، رح أتركهم لحتى يغلوا عندي. وبعد هيك بغطي على الطنجرة، بوطي على النار، وبترك الدجاج ليستوي عندي 30 ل 35 دقيقة. هلأ تعالوا أحكي لكم عن تاني وثالث سر لرز الكبسة النثري والمفلفل. طبعا هون الدجاج استوى معي، رح أشيله هلأ ورح أحطه بصينية، ورح أبدأ بإضافة الرز. بالنسبة للرز رح أحتاج لكوبين ونص كبار. طبعا الرز لازم نغسله كتير منيح وننقعه بمية دافية أو فاترة لمدة 20 دقيقة. وهذا تاني سر، أبدا ما تنقعوه بالمية السخنة وما تخلوه يطول عن مدة 20 دقيقة. السر الثالث والأخير لرز الكبسة بالذات، لازم المرقة تكون على قد الرز أو أكتر بشوية صغيرة. أما الإضافة المميزة يلي بضيفها على الكبسة وبتطلع شي خيال، بلش حبة ليمون كبيرة وحبة برتقان كبيرة. وما تستغنوا عن هاي الإضافة أبدا، لأنها عن جد خرافية. هلأ رح أضيف قرن من الفلفل الحار، إضافته اختيارية. وبس تغلي عندي رح أغطي على الطنجرة، ورح أوطي على النار، بتركها 25 دقيقة لتستوي معي. بهذا الوقت بحضر تتبيلة الدجاج: نص معلقة صغيرة من الثوم الباودر، البابريكا، بهارات الكاجن، البصل الباودر، ربع معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبهارات السازن موجودة بكل السوبر ماركت. وآخر شي رح أضيف معلقتين كبار ومليانين من الزيت النباتي، بحركهم مع بعض كتير منيح. بس جهزت معي التتبيلة، رح أدهن فيها الدجاج، ورح أدخل الدجاج على فرن على الرف اللي فوق حتى يتحمر معي، وبسكب الكبسة وبقدمها مع الدقوس واللبن. لو بدكم طريقة الدقوس اكتبوا لي بالتعليقات، يعني يا ريت لو بقدر أدوقكم كلكم منها. على قد ما طلعت بتشهي القلب، بس أكيد رح أستنى تجاربكم وآرائكم. بتمنى وصفتي لليوم تكون عجبتكم. لا تنسوني من دعمكم ومن صالح دعائكم، وصحتين وعافية.